السلام عليكم ورحمة الله. احنا كلنا نعرف ان جريمة القتل العمد العقوبة بتاعتها اما السجن المؤبد او السجن المشدد، لكن لصالح حد محدد حق ليه على شخص معين في وقت مؤقت بيتطبق عليه عقوبة اخرى مخففة، وبتكون العقوبة ديت هي اما الحبس من 24 ساعة كحد ادنى الى 3 سنوات كحد اقصى. وده اللي نص عليه المادة 237 من قانون العقوبات المصري. المادة بتقول: كل من فاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يذنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المواد الأخرى الخاصة بجرائم القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت. طيب احنا دلوقتي نقول مين هو الشخص ده والحق بتاعه على مين وفي الوقت المعين. الشخص ده هو الزوج، يبقى الحق ده للزوج على زوجته في وقت التلبس بالزنا. ولكن القانون بتاعنا ليه ادى الحق ده للزوج؟ ايه السبب؟ يعني لابد ليه من اسباب او علل. ادى الحق لان الزوج لما يضبط الزوجة في وقت زي ده هيقتلها بدافع الشرف، دافع ان هو مش واعي ولا داري بالافعال اللي ممكن تخرج منه، دافع ان هو قد تم استفزازه، خرج عن انفعاله. طيب هل الزوجة لها نفس الحق زي ما للزوج ليه الحق ده؟ طب ما هي الزوجة برضو ما لها مشاعر وممكن انها تستفز. المشرع المصري ما اداش الحق ده غير للزوج بس. طب ليه؟ علل الاسباب ديت بناء على ايه؟ عللها على ان الزوج المسلم في مصر ممكن ان هو يعدد الزوجات، ممكن يتجوز ل4، وبالتالي الزوجة ممكن تظن أن ذلك زوجها في علاقة جنسية مع امرأة أخرى، تظن أنه يزنى بها، ولكن تصبح فيما بعد أن هي امرأة الأخرى، ولكن هي على غير علم بالموضوع ده. فعلشان المشرع المصري ما يديش فرصة للوقوع في مثل هذه الأخطاء، ما اداش الحق ده غير للزوج فقط لا غير. حتى وإن كان احنا عندنا قانون الأحوال الشخصية بيقول إن واجب على الزوج إنه يعرف زوجته الأولى إنه هيتجوز بزوجة أخرى. فحتى لو بصينا على إن العلة إن المشرع المصري منع الحق ده إن الزوجة تحصل عليه، برضو المانع مش مانع منطقي، المانع غير منطقي، ولكن هو ده اللي المشرع نص عليه. طبعا احنا زي ما عارفين ان في جريمة زنا الزوجة، برضو في جريمة تسمى بجريمة زنا الزوج. ولكن الفارق بين جريمة زنا الزوجة وجريمة زنا الزوج ان جريمة زنا الزوج لا تكون جريمة الا لما الزوجة تمسك الزوج في علاقة جنسية مع رجل اخر، مع امرأة اخرى في بيت الزوجية فقط لغير. لو ضبطته مع اي واحدة في بيت غير منزل الزوجية ما تبقاش جريمة زنا زوج، تمام؟ اما زنا الزوجة، الزوج لو ضبط زوجته في اي مكان كان غير منزل الزوجية بتكمن جريمة زنا الزوجة. طيب هل المشرع لما ادى الحق ده اللي نصت عليه المادة 237 من قانون العقوبات المصري، لما ادى الحد ده، هل معناه ان هو حابب ان الدماء كده تسيل ما بين الناس، ولا حط لها ضوابط معينة من اجل التطبيق؟ طبعا حط لها شروط، زي ما منح الحق حط ليه ضوابط او شروط. بيشترط اول حاجة ان يكون فاعل جريمة القتل هو الزوج، ما ينفعش يكون ابو الزوج ولا اخو الزوج ولا ابو الزوجة ولا اخوها، ما ينفعش، تمام كده؟ يبقى لازم يكون فاعل جريمة القتل هو الزوج. دي اول حاجة. الحاجة التانية واللي احنا لازم نوضحها ايضا، ان الشرط رقم 2 مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا. طبعا الشرط ده بيتكون من عنصرين، العنصر الاول هو عنصر المفاجأة، والعنصر الثاني هو حالة التلبس بالزنا. ايه هو عنصر المفاجأة؟ الزوج كان متزوج هذه المرأة في الوقت المسبق على اساس انها امرأة حسنة السمعة، وامرأة عفيفة بناء على التعامل وبناء على الافعال والايام اللي عدت ما بينهم ان هو شايفها انسانة كويسة، فغير متوقع منها ان هو يشوفها في علاقة او في نقدر نقول في سيرة غير طيبة. فده اسمه عنصر المفاجأة. طب نفترض ان لو في بني ادم حس من ناحية مراته ان هي بدأت يحصل عليها تصرفات غريبة غير المعتاد عليها، وبدأ ان هو يشك فيها وفضل يراقبها من وراء الشك ده،
وحصل في الاخر نتيجة الشك ان هو ضبطها متلبسة بجريمة الزنا فقتلها، وكان على ايه؟ على شك، كان على شك. هل هنا الشك ده بينفي عنصر المفاجأة؟ لا طبعا ما ينفيش عنصر المفاجأة، لان الشك عبارة عن ظن، هو ما كانش شافها قبل كده ولا كان على خبر ان هي كانت بتزني بحد، ما كانش حد بيزني بيها يعني. هو ماشى ورا تصرفات ظنية على أساس إن هي بقت تصرفات غريبة. التصرفات الغريبة دي لما هو بدأ يتبعها ويراقبها وصلت بيه في الآخر إن هو فوجئ إن لقى زوجته في أحضان عشيق. فلو قتلها في الحالة من ديت، هذا الشك لا ينفع عنصر المفاجأة، لا ينفع عنصر المفاجأة. طيب عنصر الثاني وهو عنصر التلبس. يعني ايه عنصر التلبس بالزنا؟ عنصر التلبس بالزنا ده المقصد به اي علامة او اي تصرف يدل على زنا الزوجة، انها بتعمل حاجة غلط. تمام؟ يعني مش شرط ان هو يدخل ويلاقيها ما بين احضان عشيقها ويشوف التصرف اللي هو بنقول عليه التصرف الجنسي المباشر ما بين الزوجة وعشيقها، مش لازم يعني، لا، هو اي علامة تدل ان في فعل بيحصل، زي اللي هو يعني افعال جنسيه بتحصل. زي ايه مثلا؟ يعني ندي نموذج بسيط. نفترض ان هو كان راجع من شغله بالليل، مراته بتفتح ليه الباب لابسه ملابس مثيره مش معتاده ان هي تقعد بيها لوحدها يعني. لقى ان تصرفاتها فيها ارتباك، في حاله خوف، مصره ان هو لازم يرجع او يجيب طلب معين، وهو مصر ان هي لازم تدخل. فلما دخل لقى جزمة حد غريب او هدوم حد غريبة، او لقى واحد تحت السرير، يعني ده طبعا معناه ايه؟ فقتلها. يبقى ده هنا عنصر التلبس. او مثلا دخل على مراته في وقت يعني مفاجئ، فلقى مراته وواحد غريب معاها في الأوضة، الاتنين قالعين ملابسهم الداخلية، ففي الحالة ديت تم عنصر التلبس. طيب الشرط رقم 3 شرط مهم جدا اللي نص عليه القانون أيضا، وهو أن يحدث القتل في الحال، يعني في اللحظة اللي الزوج ضبط مراته فيها بتزني أو في أحضان عشيق، أو أي علامة تدل على أن هي في حالة فعل مش كويس فقتلها. يبقى هنا بقى لازم يقتلها في الحال، يبقى لازم يقتلها في الحال علشان يستفيد من عذر اللي هو احنا قلنا عليه العذر المخفف لعقوبة القتل العمد. يبقى الشرط رقم 3 حتى يستفيد الزوج من فعل الإجرام اللي هو عمله ده القتل العمد، عشان العذر يبقى مخفف بدل ما ياخد سجن مؤبد أو سجن مشدد، يعاقب بعقوبة الجنحة اللي بتكون بحد أقصى 3 سنين، وممكن كمان العقوبة دي يتم إيقافها بعد ما يتنفذ عليها، يتم إيقافها كمان. طيب احنا بنقول هنا لازم ان هو يقتلها في الحال. واحد يقول طب فرضا دخل على زوجته في اي علامه او اي طريقه بتوضح ان الزوجه ديت في علاقه او في واحد غريب موجود في البيت، تمام، والشخص الغريب دوت بيعمل تصرف شنيع معاها، دخل وضبطهم هما الاثنين في الحال، ولكن ما قدرش عليهم جسديا، ما قدرش، قوته البدنيه ما سمحتلوش وعايز يقتلهم، استفز طبعا انفعاليا، ولكن خرج مثلا للمطبخ يجيب سكينه يقتلها او يقتله هو، بس ايا كان يعني. في الحاله من ديت هل ده معناه ان هو ما قتلهاش في الحال؟ لا طبعا، لان الفعل اللي عمله ده هو فعل مؤقت، يعني هو اساسا الوقت اللي استنفذه علشان يدور على الاداه اللي يقتل بيها مراته او عشيقها وهما الاتنين معا، هو الوقت ده من فعله الاجرامي، وبالتالي يستفيد من ذلك العذر. اما لو ضبط مراته في هذا الفعل الشنيع وما قتلهمش في الحال، وخرج واخد بعضه وراح عمل جريمه اللي هي جريمه زنا الزوجه، عايز يعاقبها بقى بالقانون، او حتى راح يعني حاول ان هو يفكر بعقليه شويه، بدا ان هو يعني يرتب اولوياته، انا هودي نفسي في ده لو قتلتها، ايا كان يعني، انسان كان حكيم شويه، وبعدين قتلها بعد ما كان ضبط نفسه، بعدين قتلها. هل هنا يستفيد من ذلك الفعل ان هو يطبق عليه عقوبه العذر المخفف؟ لا يطبق عليه عقوبة العذر المخفف. ليه؟ لأنه هو حصل له حالة من الضبط النفسي، وطالما حصل على حالة من الضبط النفسي وقت ما شاف الفعل الشنيع ده، بيبقى ده هيعاقب بجريمة قتل عمد. طيب
النتيجة المترتبة في حالة توفر الشروط اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها، ان الجاني هو الزوج، ان الشرط اللي هو عنصر المفاجأة والتلبس بالزنا، وان هو قتلها في الحال. بيترتب عليها ايه؟ توفر الشروط ديت مع بعض بيترتب عليها ان هو بيستفيد بالعذر اللي هي عقوبة العذر المخفف اللي نصت عليها المادة 237 من قانون العقوبات المصري. طيب عندنا بعض المسائل اللي بتتكلم عن فرضا احنا عندنا حالة من تعدد الجناه. يعني ايه تعدد الجناه؟ احيانا بيبقى الجاني هو واحد بس اللي هو الزوج. طب افرض مثلا الزوج وابوه قتلوا الزوجة، فكان الزوج وابوه الاتنين فاعلين، يعني ده فاعل وده فاعل في جريمة القتل. يطبق عليهم ايه؟ الزوج هيستفيد في حالة توفر الشروط اللي احنا قلنا عليها ديت، هيستفيد بالعقوبة اللي هي العذر المخفف، لكن ابو الزوج لا يستفيد من ذلك، او اي حد غيره يعني لا يستفيد من ذلك طالما هو فاعل. ليه؟ لان ده فعل اجرامي، فهو هياخد الحكم على فعل اجرامي اللي هو هيكون ساعتها السجن المؤبد او السجن المشدد. طب افترضنا ان الزوج كان شريك وحد غيره هو الفاعل في جريمة القتل، الفاعل ذلك هيطبق عليه جريمة القتل العمد، عقوبة جريمة القتل العمد اللي هي السجن المؤبد او السجن المشدد زي ما احنا قلنا، والزوج هيعاقب بعقوبة الاشتراك في جريمة قتل عمد. طب افترضنا ان الزوج هو اللي فاعل وحد غيره شريك معاه في ذلك الجرم، العقوبة اللي هتطبق على الزوج في حالة توفر الشروط اللي احنا قلنا عليها اللي نصت عليها المادة، نفس العقوبة اللي هتطبق على الزوج بما انه هو الفاعل هتطبق على الشريك الاخر. تمام؟ هتطبق على الشريك الاخر بالتبعية. يعني اذا كان الزوج نفسه هو الفاعل فهياخد جريمة الايه؟ العذر المخفف اللي هي بحد اقصى 3 سنين زي ما قلنا. تمام كده؟ وبحد ادنى 24 ساعة. طيب اكيد الشريك الاخر اكيد هياخد جريمة ايه؟ هياخد نفس الايه؟ العقوبة. هياخد نفس العقوبة. بكده نكون وضحنا نص المادة 237 من قانون العقوبات